في يوم من الأيام كان أحمد قاعد في بيته لوحده. الدنيا كانت هادية والشمس غابت وحوالينه الظلام يملأ المكان. كان عايش في بيت قديم، بيت من أيام زمان، وبيحس دايما إن في حاجة غريبة بتحصل لما يجي الليل. فجأة سمع صوت خطوات خفيفة كانت بتجيله من ورا ظهره. خطوات مش ثابتة، كانت بتنقلب بين خفيف ومتزن، كأن حد بيركض ويختفي بسرعة. قلب أحمد بدأ يدق بسرعة، اتنصد من مكانه، حاول يضحك على نفسه يقول ده خيال، بس الصوت كان بيتكرر. كل ما يلف ويدور يسمع الخطوات دي تكبر وتقترب، وبيحس إن الجو بقى ضيق ومفيش غيره في البيت. بيقول لنفسه دي أضغاث أحلام، بس ده بقى مستحيل. هو عارف إن ليه جات له إحساس إن اللي وراه مش بني آدم عادي، ده حاجة مش من عالمنا. فجأة الخطوات بدأت تقترب من أوضة النوم، وهو شايفه ميته، عينه بتجول في المكان وقلبه بيخبط زي الموتر. حاول يهدى نفسه يفتح الباب، بس يديه كانت بتترجف، وطلع نفس عميق وفتح الباب ببطء. لما دخل الصوت وقف، بس إحساسه بالوجود ده اللي كان حواليه كان أقوى من أي لحظة. بدأ يسمع صوت أنفاس، أنفاس مش بتطلع من حد، لكن من الهواء، من الظلام اللي جوه البيت. الساعة كانت بقت متأخرة جدا والظلام يعم المكان، وفجأة سمع حد بيقول بصوت واهن: مش هتقدر تهرب، دايما هكون وراك. ساعات بتسمع خطوات ورا قلبك بيخفق. حاول يصرخ، يركض، يختفي، لكنه حاسس إن المكان ده، المكان اللي كان بيتمنى يهرب منه، هو نفسه اللي جواه، اللي محدش يقدر يشيله عنه، لأنه بقى جزء من وجوده. وده اللي خلاه يفضل واقف مكانه، يتابع